السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. أتمنى منكم الدعاء لي بالشفاء. كنت تعبانة الفترة اللي فاتت ديت ولسه بايني الصوت ظهر عليا، بس الحمد لله نحمد ربنا على كل حال. طبعا اتمنى من كل الناس اللي بتتابعني واللي لسه بتشوفني لاول مره ما تنساش تحط لي لايك واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لها كل جديد انا بعمله. تمام، انا هعمل بقى النهارده صاج 30 في 40. كان مطلوب مني تورتتين، فحبيت ان انا اعمل صاج 30 في 40. وهقيسها زي ما قلت لكم قبل كده بالمنخل عندي، اللي هو طقم المنخل الاستانلس ده، فبقيس عليه. تمام، انا عندي هقيس عليها 16 مقاس 16، لان انا ما عنديش صواني مقاس 16. طبعا انا هعمل هنا 4 بيضات. انا كان معايا هنا بيضة كانت متلجة، بس حطيتها ولقيتها كويسة يعني. حطيت كوباية سكر، وهحط رشة فانيليا. طبعا المقدار بتاعنا كلنا اللي احنا عارفينه، اللي هو مقدار الاتنين الا ربع كوباية دقيق و4 بيضات. هو المفروض ان هما بيبقوا ازيد من كده، بس انا ايه، اما جربتها كذا مرة معاكو وجربت المقدار ده مع ال4 بيضات وكوبايتين الا ربع دقيق، بصراحة طلعت معايا كويسة وناجحة وما فيهاش اي مشكلة. طبعا انا حطيت 4 بيضات وكوباية سكر، وحطيت رشة فانيليا ومعلقة خل، وهضربهم وبعد كده هحط المحسن الجل. طبعا لازم الحاجة كلها. انا بصراحة يا جماعة انا جربت الحاجة اللي هي الساقعة، وجربت الحاجة اللي هي طالعة لسه من التلاجة، وجربت الحاجة اللي هي لسه اللي كانت في المطبخ عندي. بحس ان مفيهاش اي اختلاف. بأمانة الله انا مش بحس ان فيها اي اختلاف. عادي، الحاجة موجودة في درجة حرارة الغرفة وممكن تعمليها عادي، ولو طلع من التلاجة برضو ممكن تعمليها عادي. انا محسيتش فيها بأي اختلاف. السبونج بيطلع معايا هو زي ما هو يعني، بحسه مفيش اي حاجة. طبعا انا حطيت معلقة محسن جل كبيرة. المحسن ده مش بونو، ده نوع تاني انا جبته، بس الراجل اللي انا جبته منه قال له هو كويس جدا، وبتوع الحلويات كلهم بياخدوه مني، فقال لي هو حلو. بس طبعا لو انت بتحطي معلقه صغيره محسن جل بونو بتفرق. فهو بيبقى عايز، ما بيبقاش قوي يعني، قصدي زي المحسن الجل البونو. تمام، فانا حطيت المحسن الجل معلقه وضربتهم كويس قوي، وحطيت هنا لسه بتهيألي هحط كوباية نص كوباية مية، بس لما القوام يتماسك شوية، لما احس ان هو وصل لمرحلة الكريم شانتيه. طبعا انا كنت خبزت صاج قبله اللي هو بالكاكاو، وقلت هخبز بقى اللي هو الصاج اللي هو الفانيليا وكده. هو انا بصراحة لما بعمل تورت او اما بعمل سجون، بحب ان انا اعين عندي سبونج، لان في ناس ممكن تطلع على فجأة كده تقولي عندك تاني. فانا بصراحة عشان ان انا يعني ما اقعدش اشغل الفرن او المضرب او الكلام ده، لا يبقى تبقى الحاجة موجودة عندي. تمام، طبعا انا كنت حطيته في الفرن وقلت بقى ان انا ابتدي ان انا اعمل ايه. انا طبعا جلست المقطع اللي انا عملت فيه تجليس التورته والكلام ده اتمسح مني. طبعا انتوا اكيد عارفين يعني تجليس التورته في الفيديوهات بتاعتي اللي انا نشرتها قبل كده. القمع ده انا لسه جايباه جديد، هو مش مكتوب عليه حاجه، لسه جايباه جديد. وقلت بقى ايه ان انا هشتغل بيه النهارده. يعني دي كانت اول مره كنت اشتغل بيه الوردات دي او الروزتات دي. بصراحة طلع حلو، وكان فيه انواع تانية بس كان هو غالي، بيبيعه ب25 جنيه القمع. هو مش مترقم، وحاسه طبعا ان هو مش الاستانلس الاصلي اللي بيبقى مترقم، بس ايه، قلت عادي بقى مش مشكلة. فجبته، وكان فيه انواع تانية. دي الوردة الملفوفة، في اللي هي الوردة الواسعة اللي هو القمع الواسع، وفي اللي هي الملموم، يعني اللي هي السنون بتاعته ملمومة، وفي اللي هو السنون بتاعته اللي هي الواسعة.
فقلت بقى ان شاء الله باذن الله اما انزل تاني اجيب خامات وكده هبقى اجيبهم، لان هما الاتنين هيبقوا عاملين 50 جنيه. فانا طبعا انا بروح اجيب خامات، يعني ممكن كل مرة بيجيلي فيها شغل ممكن انزل اجيب خامات ب100 جنيه، ب150 جنيه، اقوم جايه مطلعه اوردر مثلا ب100 120. فبحس ان المكسب بتاعي بيبقى ضئيل. طبعا انا ما عنديش بصراحة عندي الحاجات غالية جدا. كريم شانتيه عندي ب180 جنيه. انا بشتغل طبعا بدقيق عادي، كيلو فيه ب20 جنيه دلوقتي. كيلو سكر وصل ل19 و20 طبعا. والبيض كرتونة بقت ب95 جنيه. فطبعا الحاجات دي غالية جدا، عشان ان انا اجيبها بتبقى عالية عليا شوية. بتاع قالب شوكولاتة فيينا وصل ل190، واللي هو الابيض ب195. طبعا انا مش عايزة اقول لكم الاسعار دي، يعني لو حد هيشتغل ويتفتح له يعني باب رزق مش نافع بصراحة. انا اشتغلت عامة في توقيت مش نافع، مع ان في ناس هنا في المكان اللي انا فيه او في البلد اللي انا فيها بينافسوني، يعني انتوا فاهمين قصدي. بحس ان في منافسة شديدة لدرجة ان انا ممكن ان انا خلاص، يعني انا اللي بيطلب مني بعمله، غير كده انا ما بنشرش ولا بحاول ان انا اعمل دعاية، يعني لان بصراحة زي ما قلت لكم الحاجة غالية. فانا عشان اجيب الحاجة اشتغل بيها المكسب بتاعها ضئيل جدا، والمكسب بتاعها بسيط جدا. فقلت اللهم المستعان بقى، يعني ايه حد طلب هيبقى على قد الطلب اللي حد هيطلبه، لان انا بصراحة محدش يقدر يعني انا عن نفسي ما اقدرش ان حد يطلب مني حاجة واقول له لا، انتوا فاهمين قصدي. خلاص، اصل انتي رزقك جالك لحد عندك بقى، لو هتكسبي بمكسب ضئيل، انتوا فاهمين قصدي. فقلت الحمد لله عادي، قدر الله ما شاء فعل. وهي ايه كانت تجربة، والحمد لله انا كنت مبسوطة بيها، ما كانتش وحشة. وكفاية ان انا اتقنت حاجة او اشتغلت في حاجة انا ما كانش ليا فيها، والحمد لله طلعت كويسة معايا واتقنتها، وطلعت يعني طلعت الحمد لله في اي مجال يا جماعة انا بخش فيه من فضل ربنا عليا ان انا ايه بنجح فيه، انتوا فاهمين. يعني إيه كمجال الهاند ميد او الحلويات او اي حاجة تانية، الحمد لله بحب ان انا اثبت وجودي فيها. طبعا الحمد لله انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ما تنسونيش في لايك حلو، كومنت حلو، والدعاء ليا بالشفاء. واتمنى ان انا اشوفكم في فيديو جديد على الف خير. مع الف سلامة.